إذا أعزائي المشاهدين 13 حالة وفاة في مستشفى بورسعيد. هيجي يقرب من باب النادي المرة دي أبوه هيستلمه جثة. ابني وحيد. طبعا انت شفت الانترو من هنا وافتكرت حاجات خلتك عايز تعيط، وفكرتك بالمدرج زمان كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي دلوقتي. افتكرت صاحب عمرك او قريبك اللي راح ماتش كوره وما رجعش منه، وافتكرت سيد مشاغب، وافتكرت عمرو فهمي رحمه الله عليه، وعبدينيو وادريس وكريم عادل وغيرهم. في الحلقه دي هتمنى الاهلاوي والزملكاوي يبقوا واحد، لاني هتكلم عن ناس غيرت شكل التشجيع في مصر وكان ليهم دور كبير في نجاح ثوره يناير. هتكلم عن حاجات يمكن الجيل الجديد ما يعرفهاش، يمكن انسى حاجه وده وارد، ودورك تكتبها في الكومنتات مش تهاجمني. المهم تعالى نرجع انا وانت لقبل 2007 ونشوف شكل المدرج كان عامل ازاي. قبل التراس اهلاوي وقبل الوايت نايتس كان فيه روابط تشجيع للاهلي والزمالك. الاهلي كان عنده رابطه اسمها اهلي فانز كلاب واختصارها كان AFC، ورابطه تانية اسمها اهلي لافرز يونيون واختصارها كان ALU، والزمالك كان عنده رابطه اسمها زمالك لافرز يونيون واختصارها كان ZLU. والحكايه هنا بقى مهمه، لان اعضاء الروابط دي بدات تتعرف على ثقافه جديده في التشجيع، وهي ثقافه الالتراس اللي كانت ظهرت وانتشرت في اوروبا وخصوصا في ايطاليا، وبداوا يشوفوا مدرجات مختلفه وبنرات ضخمه وشماريخ واغاني ودخلات وناس بتسافر ورا الفريق في كل مكان. وده خلى بعض اعضاء الروابط دي يفكروا طب ما احنا كمان نقدر نعمل ده. ومع الوقت الفكره بدات تكبر، يعني الالتراس ما ظهرش من العدم. في الاهلي تحديدا التراس اهلاوي كان بيضم اعضاء سابقين في اهلي فانز كلاب، وفي مصادر بتقول كمان ان في اعضاء كانوا في اهلي لافرز يونيون كجزء من الخلفيه اللي خرج منها الالتراس. وفي الزمالك الوايت نايتس برضه ارتبط ببداياته باعضاء سابقين في زمالك لافرز يونيون. يعني ايه؟ يعني قبل ما تشوف الشماريخ والدخلات والبنرات اللي اتعرفنا عليها بعد كده كان في ناس اصلا بتحاول تنظم التشجيع. وفي 2007 قرروا مجموعه من الناس دي تعمل حاجه مختلفه وتغير شكل الروابط دي نهائي، وتم تاسيس التراس اهلاوي والتراس وايت نايت. وهنا مش هقف عند نقطه مين اتاسس الاول فيهم لان دي مش فكره الحلقه. المهم التراس اهلاوي كان من ابرز اسماء مؤسسينه هو عمرو فهمي، والوايت نايت كان ابرز اسماء مؤسسينه هو سيد علي فهيم واللي معروف باسم سيد مشاغب. وساعتها بقى الموضوع بدا يكبر، لان اللي حصل في 2007 ما كانش مجرد ان اسمين جداد ظهروا في المدرج، لا شكل المدرج نفسه بدا يتغير. الناس اللي كانت داخله الماتش عشان تشجع فريقها بدات تدخل وهي عارفه انها جزء من حاجه اكبر، وبقى لكل مجموعه بانر وليها اغاني وهتافات خاصه بيها، وكمان ليهم دخلات بتتحضر قبل الماتش، وحتى الشماريخ بقت جزء من الصوره اللي بدات تتكون في المدرج. والاهم من كل ده ان الالتراس بدا يعمل حاجه مختلفه تماما عن روابط التشجيع القديمه، بدا يبني هويه للمجموعه من تيشيرت لسكارف ومنتجات تانية كتير، واسم المجموعه ما بقاش مجرد اسم، والبانر مش مجرد حته قماش، والاغنيه مش مجرد هتاف، كل حاجه بقت ليها معنى عند المجموعه. ومع الوقت المدرج نفسه بقى له شخصيه، ولو فاكر ان الموضوع كان مجرد تشجيع و90 دقيقه كوره ويلا نروح فانت غلطان. ثقافه الالتراس كانت مبنيه على الصوت الواحد. يعني ايه يا عم عبود؟ يعني لازم الهتاف اللي يقوله الكابو يبقى الكل حافظه. طب ودي هيعملوها ازاي يا عم عبود؟ ده المدرج فيه اكتر من 40 او 50 الف بني ادم، ده كده مشكله كبيره جدا. ولا اي مشكله يا عزيزي، عقليه الشباب دي وقتها كانت ذكيه جدا، وعشان كده اعضاء الالتراس كانوا شايفين ان عشان يخلوا العدد ده كله يحفظ الهتافات دي لازم الهتاف يخرج بره المدرج الاول ويتسمع في الشارع. واحده واحده يا عم عبود عشان افهم منك انت تقصد ايه. القصد يا عزيزي كان تحويل هتافات المدرج لاغنيه ونشر الاغنيه دي في الشارع لحد ما الناس تحفظها، وساعتها لما تيجي الماتش هتلاقي المدرج كله بيردد نفس الكلام في نفس الوقت. من هنا بدات الاغاني تاخد مكان مهم جدا في ثقافه الالتراس، والاغاني ما كانتش مجرد هتافات بتتقال وقت الماتش، ومع الوقت بقت وسيله ان المجموعه توصل كلامها لجمهورها وفي نفس الوقت تخلي الهتافات معروفه ومحفوظه قبل ما الناس تدخل المدرج. والتراس اهلاوي بدا يبقى ليه اغانيه والبوماته، والوايت نايتس كذلك، والاغاني دي خرجت من المدرج واتسمعت في الشارع وفي العربيات وعلى النت وبين اصحاب المجموعات، وده عمل حاجه مهمه جدا. الالتراس بقى له صوت حتى وانت مش جوه الاستاد، والصوت ده مع الوقت بدا يوصل لناس اكتر واكتر، مش بس جمهور الاهلي والزمالك لكن لجمهور الكوره في مصر بشكل عام. وفي نفس الوقت المجموعات نفسها كانت بتكبر وعدد اعضائها كان بيزيد، وحضورها في المدرجات بقى اوضح من اي وقت فات. وهنا بقى بدات مرحله جديده، لان كل ما الالتراس كان بيكبر كل ما الاحتكاك حواليه كان بيزيد، وخصوصا مع الامن. ودي كانت بدايه فصل مختلف تماما من الحكايه، لان الالتراس كان شايف ان المدرج بتاعه ولازم يفضل مكانه، وان طريقه التشجيع دي جزء من هويته. لكن في المقابل الامن ما كانش شايف الموضوع بنفس الطريقه. الامن كان شايف تجمعات كبيره من الشباب وبنرات وشماريخ وهتافات بصوت 40 او 50 الف بني ادم، وكل ده بيحصل في مكان الامن هو المسؤول عن تامينه والسيطره عليه. ومن هنا بدات الاحتكاكات تظهر اكتر، مره بسبب شمروخ، مره
بره بسبب بانر. بس احنا كلمه للسايت عندنا كده ان الامن محمد عمر بيقول تعليمات ممنوع نعلق يوفا من ايا كان يا جماعه. احنا بنوريكم بس ان الناس بيقول لك يعني بعد كده تيجي تشجع فرقتك اهلاوي زملكاوي عفريت ازرق تجيب تجيبش علم. الناس بتقول كده، الحكومه بتقول كده، مش احنا. اهو والمشكله ان كل احتكاك كان بيعمل احتكاك بعده. المجموعه بتشوف ان الامن بيحاول يفرض سيطرته على المدرج، والامن بيشوف مجموعه كبيره من المشجعين بتتحرك بشكل منظم ومش دايما بتلتزم بالتعليمات. وهنا الثقه بين الطرفين بدات تقل، ومع الوقت الموضوع ما بقاش مجرد مشكله بين شويه شباب وبين الناس اللي بتامن الماتش، بقى في مشكله على مين له كلمه جوه المدرج، لان الالتراس كان بيكبر كل يوم، كل ماتش بيجيب ناس جديده، وكل اغنيه بتتنشر وكل دخله بتتعمل كانت بتخلي اسم المجموعه معروف اكتر، لحد ما بقى عندك جيل كامل مش شايف الالتراس مجرد ناس بتشجع فريقها، شايفه جزء من شخصيته وحياته. وهنا لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه، الالتراس وقتها كان لسه كيان جديد نسبيا، لكن خلال كام سنه قدر يعمل تاثير كبير جدا في المدرجات، والاهم ان اعضاء المجموعات بداوا يتعلموا ازاي ينظموا نفسهم، وازاي يتجمعوا، وازاي يتحركوا ككتله واحده، وازاي يوصلوا رساله لعدد ضخم من الناس في نفس الوقت. والخبره دي محدش كان يعرف انها هتكون مهمه بالشكل ده بعد كده، لاننا قربنا من سنه هتخرج فيها الحكايه من الاستاد لاول مره بشكل واضح، والسنه دي هي 2011 وحصلت ثوره يناير. بس قبل ما اتكلم عن 2011 والثوره لازم افهمك ان الالتراس ما كانش اول مره يخرج فيها من المدرج وقت الثوره، الفكره نفسها كانت بتتغير تدريجيا، لان اعضاء المجموعات بقوا عايشين في مجتمع فيه مشاكل سياسيه واجتماعيه واقتصاديه زي اي حد تاني، لكن الفرق ان دول كانوا متعودين اصلا على التجمع والتنظيم والحركه كجروب كبير، وفوق ده كله كان عندهم حاجه مهمه جدا وهي القدره على تخطي الازمات، ودي نقطه هتفرق جدا لما نوصل لثوره 25 يناير. في 2010 كان في حدث خلى العلاقه بين الالتراس والشارع السياسي تبدا تتقاطع اكتر. انتخابات مجلس الشعب حصلت، وكان في وقتها اتهامات كبيره بالتزوير والعنف، والاحتقان السياسي في مصر كان بيزيد، وفي نفس الوقت كان جيل كامل من الشباب بيتابع اللي بيحصل في تونس، والاحتجاجات بدات تنتشر. وبعدها في 25 يناير 2011 الشعب المصري نزل يطالب بالحريه، ودي اصلا كانت من مطالب الالتراس. في البدايه محدش كان يعرف اليوم ده هيوصلنا لحد فين، لكن اللي حصل ان اعداد كبيره نزلت الشوارع، ومن ضمن الناس دي كان في اعضاء من التراس اهلاوي والتراس وايت نايتس، والاثنين كان ليهم حضور واضح في احداث الثوره، خصوصا مع تصاعد المواجهات. بس هنا لازم نفرق بين حاجه مهمه، المجموعات نفسها ما كانش عندها موقف سياسي رسمي موحد، يعني مش معنى ان اعضاء من التراس اهلاوي او الوايت نايتس شاركوا ان المجموعه كلها اعلنت انها نازله الثوره. المشاركه كانت من افراد المجموعات، وكل واحد قرر ينزل بنفسه. لكن لما المواجهات بدات، هنا بقى خبره الاعضاء اللي اكتسبوها في المدرج بدات تظهر، لان دول مش اول مره يقفوا وسط تجمعات كبيره، ومش اول مره يتعاملوا مع الامن، ومش اول مره يواجهوا اشتباكات. وهنا الاهلاوي والزملكاوي اللي كانوا طول عمرهم بيتنافسوا في المدرج لقوا نفسهم واقفين في نفس المكان، ومع تصاعد الاحداث وجود الالتراس في الشارع بدا يبقى اوضح واوضح، والاول مره الخبره اللي اتعلموها في المدرج بقت بتستخدم في الشارع. وهنا بقى حكايه الالتراس خرجت من الكوره تماما، لان المدرج اللي كان بيجمعهم عشان الاهلي والزمالك ما بقاش موجود، اللي بقى بيجمعهم هو الشارع، والاهلاوي واقف جنب الزملكاوي، والاثنين هدفهم واحد. وده كان مشهد جديد تماما على جمهور الكوره في مصر. لكن تنحي مبارك ما كانش معناه ان كل حاجه خلصت، بالعكس النظام اتغير لكن المواجهه ما خلصتش. وبعد ايام وشهور من الثوره بدات احداث جديده تحصل، والمظاهرات والاشتباكات استمرت، ومع كل مواجهه او تظاهر كان عدد من اعضاء الالتراس لازم يكون موجودين. والفرق المره دي انهم بقوا داخلين المواجهه وهم عندهم خبره اكبر من الاول، عارفين بعض، بيتحركوا مع بعض، وعارفين يعني ايه يبقوا كتله واحده. وده ظهر بشكل واضح في احداث محمد محمود، الشوارع اتحولت لساحات مواجهات، والناس اللي كانت فاكره ان الثوره خلصت بتنحي مبارك بدات تكتشف ان الحكايه لسه طويله، والالتراس كان موجود في قلب المشهد. لكن وسط كل الاحداث دي حصلت حاجه هتفضل علامه فارقه في تاريخ مجموعه التراس اهلاوي. واحد من اعضاء المجموعه اسمه محمد كاريكا استشهد في احداث مجلس الوزراء، وكاريكا ما كانش مجرد اسم ظهر في الاخبار، ده كان واحد من الناس اللي عاشوا التجربه من جوه المدرج، وشافوا الالتراس وهو بيتاسس وبيكبر، وبعدها نزلوا معاه الشارع. وموته كان بدايه مرحله جديده في علاقه الالتراس بفكره الشهداء والذكريات، لان اللي ماتوا ما بقوش مجرد ارقام في احداث الثوره، بقوا ناس من المجموعه نفسها، وده هيفضل حاضر في الاغاني وفي البنرات وفي المدرج، وفي كل مره المجموعه تفتكر الناس اللي فقدتها. لكن لو موت كاريكا كان صدمه، فاللي حصل بعد كده كان اكبر بكتير، لاننا كنا قربنا من فبراير 2012 وقربنا من ماتش الاهلي والمصري في بورسعيد، واليوم ده هيغير حكايه الالتراس للابد. 1 فبراير 2012 الاهلي رايح بورسعيد يلعب المصري، ماتش
ماتش في الدوري عادي جدا، جمهور الاهلي في المدرج، والماتش من البدايه ما كانش ماشي بشكل طبيعي لحد صفاره النهايه. الاهلي خسر 3-1 واللعيبه ما لحقتش تخرج، واللي حصل بعدها كان بدايه واحده من اسوأ الكوارث في تاريخ الكره المصريه. الجمهور المصري نزل ارض الملعب، وفي نفس الوقت اعداد كبيره بدات تتحرك ناحيه مدرج جمهور الاهلي. ابواب المدرج اتقفلت والجمهور حاول يهرب لكن للاسف ما عرفش، والمدرج اتحول في دقائق لمكان فوضوي جدا. وفي النهايه 74 مشجع اهلاوي مات واكتر من 1000 مصاب. وانا عامل حلقه عن احداث بورسعيد بالتفاصيل، شوفها بعد الحلقه دي. المهم ان الموضوع بالنسبه لالتراس اهلاوي كان اكبر من مجرد كارثه حصلت في ماتش، لان من بين ال 74 شهيد كان في اعضاء من المجموعه، ناس كانوا واقفين معاهم في نفس المدرج وسافروا معاهم وغنوا معاهم وعاشوا معاهم كل تفاصيل الرحله. وفجاه المدرج فقد 74 واحد من جمهوره، ومن اليوم ده كل حاجه اتغيرت، الاغاني اتغيرت والبنرات اتغيرت وطريقه المجموعه في التعامل مع الاحداث اتغيرت. اسماء اللي ماتوا بقت موجوده في المدرج، صورهم بقت على البنرات واغانيهم بقت بتتردد في الماتشات، وبقى في جمله واحده بتتكرر وهي القصاص للشهداء. واحداث بورسعيد عملت حاجه تانية مهمه جدا، خلت الالتراس يدخل في مواجهه جديده، بس المره دي مش مع الامن بس لكن مع النظام السياسي والقانوني كله، لان القضيه اتحولت من حادثه في ماتش لقضيه راي عام ومحاكمات واتهامات وتحقيقات. واعضاء التراس اهلاوي بقوا مصممين انهم يعرفوا مين المسؤول عن موت اصحابهم، وبعدها بسنه الالتراس نفسه هيحاول ياخد القضيه لمرحله جديده. لكن قبل ما نوصل للمرحله دي لازم نروح للناحيه الثانيه من القاهره، الوايت نايتس. بعد بورسعيد الاجواء في مصر كانت لسه سخنه والاحتكاكات بين الالتراس والامن مكمله، وفي الزمالك العلاقه بين الوايت نايتس واداره النادي بدات تدخل في مرحله مختلفه، خصوصا مع دخول مرتضى منصور على الخط. مرتضى كان عنده موقف واضح من الالتراس، والوايت نايتس من ناحيته كان شايف ان اداره النادي مش من حقها تتحكم في المدرج بالشكل ده، والخلافات بدات تكبر. لكن قبل ما نوصل للمشكله الكبيره مع مرتضى منصور حصلت حادثه هتفضل علامه في تاريخ الوايت نايتس، وهي وفاه عمرو حسين. عمرو كان عضو في الوايت نايتس وشارك مع المجموعه في الوقفات والاحتجاجات ضد اداره الزمالك، وفي اغسطس 2013 حصلت مواجهه امام نادي الزمالك، وخلال الاحداث دي اتصاب عمرو حسين بطلق ناري واتنقل للمستشفى، لكن اصابته كانت خطيره، وبعد كام يوم عمرو حسين مات. ومره تانية الالتراس بيفقد واحد من افراده، لكن المره دي اللي مات كان الوايت نايتس. واللي حصل بعد وفاه عمرو حسين كان له تاثير كبير على المجموعه، اسمه بقى موجود في المدرج، صورته ظهرت على البنرات واغاني الوايت نايتس بدات تتكلم عنه، وبقى عند المجموعه قضيه جديده وهي القصاص لعمرو حسين. ومن هنا الخلاف بين الوايت نايتس واداره الزمالك والامن ما بقاش مجرد خلاف على مدرج او تشجيع، الموضوع بقى شخصي اكتر. وبعدها المشكله مع مرتضى منصور هتدخل مرحله اخطر، لان مرتضى منصور ما كانش مجرد رئيس نادي مختلف مع الالتراس، ده كان واحد من اكتر الشخصيات اللي دخلت في مواجهه مباشره ومعلنه مع الوايت نايتس، والمشكله دي هتستمر بينهم لسنين. بعد وفاه عمرو حسين العلاقه بين الوايت نايتس واداره الزمالك بقت اسوأ، والوايت نايتس بقت بتهاجم سياسات اداره النادي، ومرتضى منصور من ناحيته كان بيهاجم المجموعه وبيرفض وجودها بالشكل ده. يعني المشكله اللي بدات بين مجموعه مشجعين واداره النادي بدات تتحول لمواجهه مفتوحه، وكل ما الوقت يعدي كل ما المسافه بين الطرفين كانت بتكبر لحد ما وصلنا ل 2015، والسنه دي تحديدا هتكون من اهم السنين في حكايه الوايت نايتس، لان بعد بورسعيد وبعد عمرو حسين وبعد كل المشاكل دي حصلت مأساة جديده مع جمهور الزمالك والوايت نايتس، والمره دي قدام استاد الدفاع الجوي. 8 فبراير 2015 الزمالك كان بيلاعب انبي في الدوري، ومرتضى ساعتها اعلن ان الدخول مجاني للجمهور، وجمهور الزمالك راح واتجمع قدام استاد الدفاع الجوي عشان يدخل ويحضر الماتش. لكن حصلت اشتباكات بين قوات الامن والجماهير اثناء محاوله الدخول، والزحمه زادت والناس بقت فوق بعضها عند بوابات الاستاد، وفي وسط الفوضى دي حصل تدافع شديد والنتيجه كانت مأساويه. 20 مشجع من جمهور الزمالك ماتوا، ومن بينهم اعضاء من الوايت نايتس. وبعد اللي حصل الوايت نايتس اعلنت ان اللي ماتوا دول مش مجرد مشجعين ماتوا في ماتش، دول ناس من المجموعه، ناس كانوا جزء من المدرج وجزء من الرحله وجزء من تاريخ المجموعه، وده خلى احداث الدفاع الجوي تبقى نقطه تحول جديده في علاقه الوايت نايتس بالامن، خصوصا ان الحادثه حصلت بعد فتره طويله من المشاكل وبعد وفاه عمرو حسين وبعد سنين من التوتر بين الالتراس والاجهزه الامنيه. وهنا بقى لو بورسعيد كانت نقطه التحول الكبيره بالنسبه للالتراس اهلاوي، فالدفاع الجوي كانت نقطه تحول كبيره بالنسبه للوايت نايتس. وبعدها المشاكل فضلت مكمله لكن شكلها بدا يتغير، والدوله بدات تتعامل مع الالتراس باعتباره ظاهره لازم تنتهي، والمجموعات من ناحيتها بدات تلاقي في تضييق اكبر، وبقى في منع من دخول المدرجات، والقبض على اعضاء المجموعات زاد، وقضايا كتير. ومع الوقت المدرج اللي كان من كام سنه مليان بالشماريخ والاغاني والدخلات بدا يفضى، لان عصر الالتراس بالشكل اللي عرفناه كان بيقرب من نهايته. ومن بعد احداث الدفاع الجوي اتقبض على سيد مشاغب بتهمه المشاركه في احداث الدفاع الجوي والشروع في القتل، وسيد مشاغب وقتها ما كانش مجرد عضو عادي في الوايت نايتس، ده كان واحد من ابرز كبهات المجموعه من بدايتها، وبالتالي القبض عليه كان له صدى كبير جدا عند جمهور الزمالك والوايت نايتس. وبعدها بدات رحله طويله في المحاكم، وفي 2017 صدر حكم على سيد مشاغب بالسجن المشدد 7 سنين في قضيه احداث الدفاع الجوي. لكن القصه ما خلصتش هنا، لان محكمه النقض بعد كده لغت الحكم
الحكم وقررت اعاده محاكمته. يعني في الوقت اللي الوايت نايتس كانت اصلا بتفقد وجودها في المدرجات، واحد من اشهر الوجوه اللي ارتبطت بيها من البدايه كان هو كمان بعيد عن المدرج وبيواجه قضيه قضائيه. وده بقى كان جزء من المشهد اللي وصلنا ليه بعد سنين من الصدمات، من مجموعه بدات في 2007 بتغير شكل التشجيع لحد مجموعه اعضائها بقى جزء منها في السجود وجزء بعيد عن المدرجات، والمدرج نفسه ما بقاش زي الاول. لكن رغم كل ده الوايت نايتس ما كانتش اختفت لسه، ولسه كان في فصل اخير في الحكايه، فصل هنعرف فيه هل الالتراس انتهى فعلا ولا انتهى بس بالشكل اللي كنا نعرفه عنه. بعد القبض على سيد مشاغب والقبض على اعضاء التراس اهلاوي، التضييق على الالتراس ما كانش بيقف، بالعكس كل فتره كانت بتجيب معاها تضييق اكتر على المجموعات سواء امنيا او في المدرجات، لحد ما الدوله طلعت قرار بحظر روابط الالتراس واعتبارها جماعات ارهابيه سنه 2015. وجود الالتراس في المدرج نفسه بقى شبه مستحيل بالشكل اللي اتعودنا عليه، بقى في تفتيش وتضييق وقيود، والقبض على اعضاء المجموعات زاد. كل ده خلى المساحه اللي الالتراس كان بيتحرك فيها تضيق سنه ورا سنه، لحد ما المجموعات نفسها بدات تفقد الامل في انها ترجع للمدرج بالشكل اللي عرفناه. سنه 2018 بيطلع التراس اهلاوي والتراس وايت نايتس بيعلنوا تجميد النشاط في مصر، وهنا حصلت واحده من اشهر اللقطات في نهايه الحكايه. التراس اهلاوي والتراس وايت نايتس حرقوا البانر الخاص بكل مجموعه، والرساله وقتها كانت واضحه، النشاط في مصر اتجمد خلاص. بس استنى، هنا لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه، البانر اللي اتحرق كان بانر فيك اصلا، والدليل ان بعد كده البانرات ظهرت تاني بس المره دي بره مصر. يعني اللي حصل ما كانش ان الالتراس اختفى من الوجود، اللي حصل ان النشاط اتجمد في مصر، وده فرق كبير، لان التراس اهلاوي مثلا بعد تجميد نشاطه في مصر ظهر تاني بالبانر في تجمعات وماتشات بره مصر. يعني لو شفت البانر تاني بعد كده ما تقولش ما دول قالوا انهم حرقوه، اتحرق بس البانر اللي اتحرق كان فيك، لان الفكره نفسها كانت لسه موجوده والاعضاء لسه موجودين والاغاني لسه موجوده. لكن المدرج المصري ما بقاش هو المكان اللي الالتراس يقدر يمارس فيه نشاطه بالشكل القديم، وده خلى ناس كتير تفتكر ان الحكايه خلصت وان التراس اهلاوي والوايت نايتس اختفوا تماما. لكن الحكايه كانت مختلفه، لان بعد كل السنين دي الالتراس كان لسه موجود بس مش في المكان اللي انت متعود تشوفه فيه. التراس اهلاوي مثلا بعد تجميد نشاطه في مصر بدا يظهر بالبانر في تجمعات ماتشات بره مصر في امريكا، والوايت نايتس كمان فضل اسمها موجود وافرادها موجودين والاغاني والذكريات موجوده. يعني لو بصيت للموضوع من بعيد هتقول ان الالتراس اختفى، لكن لو بصيت اقرب هتكتشف ان اللي اختفى هو المشهد مش الناس ومش الفكره ومش الثقافه اللي اتبنت على مدار اكتر من 10 سنين. لانك ممكن تمنع مجموعه من دخول المدرج، لكن صعب تمسح ذكريات سنين كامله من دماغ جيل عاشها، وصعب تخلي الناس تنسى اصحابهم اللي ماتوا. وده يمكن اهم حاجه الالتراس سابها وراه، انه غير شكل التشجيع في مصر للابد. من 2007 لحد ما اتجمد نشاطه في مصر رحله اكتر من 10 سنين فيها مدرجات اتملت وشماريخ ولعت واغاني اتغنت وناس اتجمعت وناس فقدناها، والاهم ان جيل كامل عاش تجربه عمرها ما هتتكرر بنفس الشكل. عصر الالتراس في مصر انتهى بالشكل اللي احنا عرفناه، لكن اثره لسه موجود. وهنا يا صديقي بنوصل لنهايه الحلقه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عايز ترشح لي حلقه اعملها تقدر تبعت لي على الانستجرام، اللينك في الكومنتات تحت. واشوفكم في حلقه جديده الخميس اللي جاي. سلام.